ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقه الحواوشي باسهل طريقه. طلع جميل كده وحلو جدا. عملت جنبيه كمان شويه طحينه. اول حاجه كده انا جبت 3 بصلات، يكون بصل احمر او بصلتين وسط، يعني بقى بصلتين كبار. انا هنا كان البصل عندي وسط كده فانا عملت 3. البصل ده على كميه نص كيلو لحمه مفرومه. انا فرمت البصل كده في الكبه، نعمته جامد جدا، وبعد كده نزلت عليه باللحمه وهقلب الاتنين كده مع بعض. يعني همزج البصل مع اللحمة، همزجه كده مع بعض كويس جدا. وبعدين هنا انا فرمتهم الاتنين مع بعض، يعني اللحمة والبصل انا حطيتهم في الكبة تاني وفرمتهم برضو مع بعض. وبعد كده قطعت برضو في الكبة قرنين كده فلفل رومي ومعاهم طماطمية، وهفرمهم في الكبة وهحطهم على اللحمة والبصل. عايزة تفرميهم من الاول خالص معاهم، بس انا بحبهم يكونوا باينين كده في الطعم شوية. وبعدين هضيف ملح وهضيف فلفل اسود. خلطة التوابل دي هتغنيكي عن ان انت تجيبي بقى خلطة الحواوشي وكده. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، هحط بهارات لحمة بس حبة كتير شوية، مقدار نص معلقة صغيرة مثلا. وبعد كده هحط قرفة. القرفة الناس اللي مش بتحب القرفة هي مش بتبان في الطعم، بس بتدي الحواوشي طعم حلو جدا، ومش بتكون طعمها باين. وهنا هبشر حبة جوز الطيب برضو. وبعدين هحط واحدة من مرقة الدجاج. وحاولي ما تكتريش قوي، لو انت حاطه ملح كتير ما تكتريش لان هو بيكون فيه ملح. انا حطيت واحده، وكنت حاطه في الاول معلقه صغيره من الملح. وبعد كده هضيف برضو حبهان، لو عندك حبهان مطحون تمام حطي. انا ما كانش عندي حبهان مطحون فشلت القشر اللي بره وخدت بس الحبيبات اللي بتكون في قلب الحبهان من جوه، وشلت القشر عشان ما تبانش يعني في الاكل وكده. وهقلب بقى كل ده مع بعض، هقلبه شويه حلوين عشان كل البهارات والتوابل تخش جوه اللحمه. وسبته نص ساعه او ساعه في التلاجة. يعني بعد ما خلصت كده انا سبتهم كده مع بعض في التلاجة نص ساعه مثلا او ساعه. وبعد كده طلعته وابتديت بقى ان انا اشكل على قد الرغيف. خطوه التلاجة دي عشان خاطر اللحمه تتشمع، كله يتشمع مع بعضه وترتاح شويه. هنا ابتديت بقى احطه في العيش، ويكون العيش طبعا اللي هو بتاع الفرن البلدي بيكون احسن في الحواوشي، بيستحمل. وحطيت عليه موتزاريلا من فوق وتبقى حلوه جدا جدا. شوفوا بقى الحلاوه والجمال. انا حطيت التسويه كانت على الجريل، ما حطيتوش في الفرن عشان بيطلع ناشف. وبس كده، باي باي يا حلوين.